بالعصيان ونزلوا على بعض، ما خلوش في بعض حتة سليمة، كسروا كل المحلات في الشارع وبقوا يحدفوا أكياس المية زي ما تكون مطرة، وعلى الجنبين ناس بتسقف وتشجع، وحالة هرج ومرج كبيرة. ده اللي حصل في خناقة شوارع بين مصريين وليبيين في شارع خالد بن الوليد في الإسكندرية. فيا ترى إيه الحكاية؟ الساعات اللي فاتت انتشر فيديوهات على التيك توك لخناقة كبيرة في شارع خالد بن الوليد في الإسكندرية، وناس بتجري وناس تصوت وأصوات تكسير بترج الشارع، والكل نازل ضرب في بعضه بالعصيان. ويقال إن مجموعة من الليبيين اللي ساكنين في الشارع دخلوا في خناقة مع مجموعة من المصريين وكسروا قهوة بتاعة مصري، وفي اللي بيقول بسبب بنت مصرية ضايقوها الليبيين وضربوها، فحصلت الخناقة بينهم والشارع اتقلب بالشكل ده. وفي مجموعة كبيرة من الشباب اللي كانت واقفة في مكان عالي وبيعيطوا ويهتفوا ويسقفوا كأنهم بيشجعوا، علشان كده اتقال بسبب الكورة. وفي اللي قال ده بعد الاحتفالات براس السنة. الحقيقة مفيش سبب واضح للخناقة، ولكن اللي حصل، وجت الشرطة وقبضت على المتسببين في الخناقة وبيتم التحقيق معاهم. اللي مضايق المصريين إن بدل ما الليبيين يعملوا حساب استضافتهم ويمشوا جنب الحيط، لا، بيتعاملوا كأنهم أولاد البلد، وبقى شارع خالد بن الوليد اسمه شارع الليبيين. وانتوا ايه رأيكم في اللي حصل؟